واش بصح نقدروا ننساو الماضي؟ واخا سيدي، انا اليوم غادي نلعب معك واحد اللعبه وبغيتك تعطيني الانتباه ديالك. انا غادي نقول لك واحد الهضره ولكن حاول تنساها. صافي اتفقنا؟ كاينه واحد المقوله رائعه بالانجلي كتقول Dwelling on the past is like dragging a boat over dry land. والمعنى ديالها هو التفكير الزائد في الماضي او لا اللي ساكن في الماضي وما كيخرجش منه بحال اللي كيجر القارب، يعني الفلوكه بحال اللي كيجرها في التراب. شنو هي البلاصه ديال القارب؟ كاينه في الماء، ولكن الا حاولنا اننا نجروا داك القارب في التراب شنو غيوقع؟ غادي يتعكل لينا في التراب وغيكرفسنا، غيكون ثقيل. حتى ذكريات الماضي نفس الشيء، البلاصه ديالهم هي الماضي ماشي الحاضر. كل ما حاولنا نجيبوا ذكريات الماضي للحاضر كل ما غيكرفسونا، كل ما غيزيدوا يألمونا اكثر. تقدر تكون ديجا سمعتي هاد الهضره. صافي حاول تنسى، ما تفكرش في الماضي، خوي راسك من داكشي. ولكن السؤال المطروح، واش بصح نقدروا ننساو الماضي؟ واخا سيدي، انا اليوم غادي نلعب معك واحد اللعبه وبغيتك تعطيني الانتباه ديالك. انا غادي نقول لك واحد الهضره ولكن حاول تنساها. صافي اتفقنا؟ انت انسان خايب، يلا دابا حاول تنساها. ما قدرتيش ياك؟ حاولتي تنساها ولكن ما قدرتيش. انا غادي نعاود نقول لك واحد الهضره وحاول تنساها. انت انسان طيب ومبدع. عارف ما قدرتيش تنساها، بقيتي كتفكر في ديك طيب مبدع، ما بغاتش تنسى ليك ياك؟ في علم النفس كل ما كنحاولوا ننساو شي حاجه كل ما كترجع بقوه وما كتبغيش تخرج لينا من راسنا. والطريقه الوحيده باش ننساو الماضي هي نفقدوا الذاكره. ما يمكنش لينا ننساو الماضي، الماضي ما كيتنساش، ولكن الماضي كيتجاوز. كيفاش نقدروا نتجاوزوا الماضي؟ اليوم غنتقاسموا معك ان شاء الله احدث واهم استراتيجيات علم النفس في تجاوز الماضي. الاستراتيجيه الاولى، واجه الماضي. كيفاش نقدروا نديروا ليها؟ فاش كتمشي عند المعالج النفسي ما كيعطيكش شي وصفه سحريه اللي كتنسيك في الماضي وصافي وكيصيفطك في حالك. المعالجين النفسيين كيستخدموا اساليب وتقنيات نفسيه اللي هي كتساعدك باش تجاوز الماضي المؤلم ديالك. من بين اهم التقنيات اللي كيستعملوا المعالجين النفسيين narrative therapy، العلاج السردي، وكاينه CBT، العلاج السلوكي المعرفي. فاش كيستخدم معك المعالج النفسي هاد الاساليب والتقنيات كيخليك سيدي تعاود مزيان على الماضي ديالك، كيخليك تواجهه وتعاود مزيان، كيخليك تغوص وانت كتكلم على التجارب المؤلمه ديالك، وكيعاونك تفك داك الخيط المخبل اللي كاين عندك في الماضي. بهذه الطريقه كتولي تفهم المشاعر ديالك تجاه داك الماضي وكتولي تقبلهم، وبلا ما تشعر غادي تلقى راسك تسامحتي مع دوك الذكريات وتجاوزتيهم. وغادي توعى بواحد الفكره ان المشكل ديالك ما كانش مع دوك الذكريات بالضبط، المشكل ديالك والصراع ديالك
كان مع المشاعر ومع الأفكار ديالك تجاه دوك المواقف اللي وقعوا لك في الماضي. باش تزيد تفهم اكثر انا غنعطيك واحد المثال. مثلا وقع لك شي مشكل في الماضي، كنتي مع الاصدقاء ديالك وربما درتي واحد السلوك اللي حسيتي بالقيمه ديالك طاحت قدام صحابك. فاش كتدوز واحد المده وكتولي تفكر داك الحدث وكتندم على داك الشيء اللي درتي، فراك انت المشكل ديالك كاين مع المشاعر ديالك اللي حسيتي بهم في داك الوقت. المشكل ما كانش في داك الموقف بالضبط. هادوك الناس ربما غيكونوا نساو داك الشيء ودازو صافي، لانهم ما حسوش بنفس الشعور اللي حسيتي به انت في داك الوقت. هما صافي الوقت داز، حتى هما دخلوا في ذكريات اخرين، ربما حتى هما داروا اخطاء اخرين نساوك، ولكن انت بقيتي كتفكر في داك الشيء ما نسيتيش، وبقاو دوك المشاعر ديالك ودوك الافكار ديالك على داك الموقف ما بغاوش يتنساو. هادشي علاش الصراع والمشكل فين كاين؟ في المشاعر ديالنا. الا حاولنا اننا نرجعوا للماضي ونتمعنوا فيه مزيان، غنوليو نستوعبوا ان هادوك كيبقاو غير مشاعر وافكار. الماضي وهم، الماضي شي حاجه دازت ما بقاتش. انا غنسولك واحد السؤال بسيط ونتمنى تجاوبني في التعليقات. الا عندك القدره تغير بين هاد جوج الحوايج، شكون تغير فيهم؟ واش تغير الماضي او لا تغير المستقبل؟ الا تمعنتي مزيان الحاضر اللي كتعيش دابا، سواء كنتي كدوزو مزيان ولا خايب، المهم واحد النهار ان شاء الله غيولي ماضي وغيولي ذكريات على حساب كيفاش اختاريتي انك تعيش هذا الحاضر. شنو نديرو باش نصنعو ذكريات زوينه للمستقبل؟ الامر ماشي صعيب. اول حاجه نقدروا نديروها هو نتجنبوا الفراغ والعزله. العدو اللدود ديالك هو الفراغ. تاني حاجه عمر وقتك، مارس الرياضه، خرج بدل الجو، بدع، اكتشف شي موهبه، اكتشف راسك، حاول تكتشف ذاتك. راه غادي تقدر تكون عندك شي حاجه زوينه كديرها، حاول انك تلقاها. حاول تجلس مزيان وتمعن في ذاتك وشوف، سول راسك شنو الحاجه المزيانه اللي كدير، وانا متاكد انك غتلقى شي حاجه زوينه تقدر تبدع فيها. قلل من التواجد في الدار. الذكريات الزوينه ما كتبناش تحت 4 الحيوط، وبهذه الطريقه ما غتخليش لدوك الذكريات الوقت باش يجيو عندك، وغتولي تصنع لحظات زوينه واحد النهار غتولي تمنى انك ترجع ليها. واخر حاجه غنقول لك، الماضي هو فقط فقره من القصه ديالك. اذا شنو كتسنى؟ سامح راسك، استمتع بالجمال واللذة ديال الحاضر. ما تصورش الوقت الثمين اللي كتضيع عليك في الحاضر. انت اليوم احسن وافضل من نفسك في الماضي. انت اليوم انسان تعلمتي من الاخطاء ديالك، خديتي خبرة اللي تقدر تواجه بها المصاعب كل هذه الحياة. مادام عندك صحتك وعقلك فراه ديما كاين الامل، تقدر توصل لأي حاجة بغيتي. وكل يوم في حياتك فرصة جديدة تصنع فيها المستقبل اللي انت بغيتي، وعمرك تحقر القوة اللي عندك لداخل.